تحياتي والسلام عليكم. معكم رياض العبادي من هولندا. راهو خطير جدا. اسمعوني في الرساله هذه الى المواطنين التوانسه الكل، شباب الثوره والشعب التونسي الحر الكل. المواطنين الكل ردوا بالكم، فما عمليه قاعده تطبخ على نار الهادئه في المخابرات الجزائريه بيد تونسيه نقول له يد تونسيه. باش نقول لكم شكونهم. راهو رشيد عمار متورط، كمال الطيف متورط، الشادلي الساحلي متورط، وحيد التوجاني مدير الامن متورط، بعض رؤوس الاموال التونسيه متورطه، جنرالات الجزائر متورطه. هذه العمليه باش نقولها لكم يا شعب تونس، ردوا بالكم العمليه دي بتصير في الايام القليله القادمه. راهو مخرجين توا مهبله من السبيطارات، مجانين من السبيطارات معناها، وخرجوهم وباش يلغموهم بحزام ناسف ويحطوا لهم القران ولبسه معناها سلفيه، وباش يسيبوهم معناها في الاسواق التونسيه ولا في الملاعب الرياضيه، ويقع تفجيرهم والصاق التهمه بتنظيم القاعده بشمال افريقيا ولا بالسلفيين. وهكا معناها يوصلوا يطيحوا الحكومه ويطيحوا اراده الشعب ويرجعوا يحكموا من جديد باسم الارهاب. والارهاب راهو هما محضرينه مع الجزائر ماهيش مستعده باش تسيب تونس حره. النظام الجزائري تو تار باش يطيح، الثوره الجزائريه باش توصل ما عندها وين ماشيين. هذا النظام القمعي الجزائري، نظام الجزائريات اللي قتل اكثر من 100,000 جزائري، اكثر من 200,000 ماتوا جزائري من هذا النظام الارهابي. ردوا بالكم، نعاودوا نقولوا راه فما عمليه اجراميه في الايام القادمه، اكبر عمليه على التراب التونسي، باش يخرجوا مجانين، مش يلبسوهم معناها حزاب ناسف، مش يحطوا لهم قران على صدورهم ويلبسوا لبسه معناها سلفيه ويعملوا الحي مسيبين الحي. هذوما العباد باش يحطوهم في الاسواق، وممكن في الكارفور تصير الحكايه، وممكن في استاد المنزه ولا استاد درادس ولا في ما نعرفش ثاني في بلاصه كبيره تلقى معبيه بالعباد، ويقع تفجيره المختل عقليا، فهمت كيفاش؟ وحتى يتيحوا معناها كمئات الضحايا. هذا اخر معناها مخطط نتاعهم، هذه اخر اوراق باش يلعبوها، هذه اخر اوراق. رد بالكم يا التوانسه، الحذر الحذر الحذر. والتهمه راهي التهمه باش يلصقوها للسلفيين، ومش نعطيكم المصدر، ومش نعطيكم معناها لو صارت هذه الحكايه راهو تمشيوا لرشيد عمار وتلقيوا عليه القبض، وكان لازم اعدام سير بلاس، على خاطر هذا السيد هو وراء اجرام، عنده معناها فرقه الموت نزل تحته، فرقه القناصه نزل تحته، هي اللي قتلت، هي اللي سمت طارق المكي، هي اللي سمت عبد الفتاح المر، هي اللي سمت فوزي بن مراد، هي قاعده تعمل في العمليات الاجراميه، هي تتلقى تعليماتها من قبو منزل حبيب عمار اللي عنده ماتريال نتاع المخابرات كله، هو اللي قاعد يعطي تعليمات للامن الموازي. الامن الموازي معروف لشكون يخدم. ردوا بالكم يا توانسه، هذه رسالتي، احذركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.